ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ طبعا العيش الشمس اللي كلنا عارفينه بأبسط المكونات وكمان بأبسط الطرق. حتى لو انت ما عندكيش الفرن الأنبوبة، حتى لو ما عندكيش المجارس اللي صلي بتحط على عليها العيش، محمد. عليها أفضل الصلاة والسلام. طبعا انا هنزل لك في الفيديو ده البديل لكل حاجة، وكمان بكمية قليلة خالص مش كمية كبيرة. وكمان لو ما عندكش شمس مش مشكلة برضه. تعال نخش نشوف الفيديو بيقول ايه. بس قبل اي حاجة خش على الكومنتات، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام علشان تكسبي حسنات واكسب كمان معاكي. وما تنسنيش باللايك الدعم للفيديو ودعم لقناتي عشان تقدر بيكم بإذن الله. عندي هنا العجان، بلاستيكة اي حاجة انت بتعجني فيها. وبعدين هحط فيها شوية مية عاديين خالص من الحنفية عادي. وبعدين هحط فيهم معلقة ملح ونص نص الكيس بتاع الخميرة الفورية، مش اكتر من كده، والمية على حسب الكمية اللي انت هتعجنيها. تعالوا نشوف الفيديو هنعمل فيه ايه. الكمية دي هتعمل معايا 15 رغيف. طبعا هندوبهم خالص، يعني هندوب الملح والخميره بيرة، هندوبهم مع بعض في شويه ميه، ولو كمان في سن السكر ماشي تمام. هنا عندي الدقيق انا هنا نخلاه، يعني لازم الدقيق يكون منخور معايا كويس خالص علشان يديني نتيجه حلوه ويخلي العيش ان شاء الله يبقى زي العسل. العيش دي عيش سريع من غير خميره بايته ولا حاجه. يعني الصعايده هم هيعرفوا يعني ايه الخميره البايته. الخميره البايته بنكون مخمرين الخميره من بالليل، وبنصحى نقلبها في الماجور زي كده او عجان او اي حاجه، وبعدين بنعجن عليها. الطريقه دي هي بس احنا طبعا علشان خاطر ما فيش عجينه بايته، فاحنا دي زي ما بيقولوا العيش السريع. لما اكون مستعجل عليه بحط زي كده خميره في الميه وشويه ملح، وبقلب زي ما انتم شايفين الدقيق. الاول هبسهم بس كده، اشربهم الميات قبل ما ادخل في اي مرحله عجن. هبسهم كده في الميه. على فكره الدقيق دي دقيق بطاقه، يعني لو دقيق كمان بتاع المخبوزات اللي بره هيديك نتيجه روعه روعه روعه، لان زي ما معروف دقيق البطاقه مش زي الدقيق الفينو اللي بيتباع جاهز من بره. طبعا هنا خلاص خلصت مرحله البس، ادخل في مرحله العجين. قبل ما احط ميه ولا اضيف اي حاجه